واش كتحس انك مخنوق بلا سبب، كتضحك قدام الناس ولكن في الداخل ديالك خوف وفراغ، ماشي عيا وماشي مرض، هذا القلق وراه عنده مفعول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي الغاليين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله اموركم هانيه واحوالكم طيبه. قبل ما نبدا الفيديو كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه ودعواتكم الخالصه. معكم بوسرة، شكرا لكم بزاف ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ديروا اشتراك سريع للقناه دابا باش نكملوا الفيديو ديال اليوم اللي غنهضروا فيه على موضوع القلق. القلق كلمه صغيره ولكن تقدر تحبس روح الانسان وسطها. اليوم بغيت نهضر معكم بصدق، ماشي كطبيب نفسي ولا كمدرب، لكن كإنسان عاش القلق مستمر، تعلم كيفاش يخرج منه بخطوات بسيطة وصغيرة لكن بدلت المعنى ديال حياتي كاملة. خليك معايا حيت اليوم ما غاديش نحاربوا القلق، غادي نحاولوا نفهموه ونتعلموا كيفاش نتصالحوا معاه باش يفقد السيطرة علينا. اول حاجه غنطرق ليها في موضوع اليوم هي شنو هو المعنى الحقيقي ديال القلق. القلق ماشي عدوك، هو رساله من الداخل ديالك كتقول لك راك خارج التوازن ديالك. الناس كتخاف من القلق وكتحاول تهرب منه، كتشغل موسيقى، كتخرج، كتبدل الجو، ولكن في العمق القلق ما كيمشيش، غير كيتحول لصمت ثم تعب ثم خوف بلا سبب. كاين بزاف الخطوات باش نتعاملوا مع القلق. اول خطوه هي توقف وتسمع وتسول نفسك بهدوء، شنو اللي فعلا مقلقني، شنو الحاجه اللي حاس اني ما قادرش نتحكم فيها. القلق كيتغذى على الغموض، كل ما كتوضح الصوره كيضعف. ناخذ مثال بسيط، مثلا تلميذ عنده امتحان كيدوز ايام ديالو متوتر، ولكن ملي كيجلس ويكتب خطه واضحه ويعرف شنو خاص يدير كل نهار كيحس بالراحه. علاش؟ حيت الخوف كيتبدل من المجهول الى عمل ممكن. الوضوح هو اول دواء للقلق. اجي نفهموا القلق من ناحيه الانواع اللي فيه. اول نوع قلق المستقبل، هو داك الصوت اللي في دماغك كيقول لك والا ما نجحتيش، والا خسرتي، والا تبدل كل شيء، وكتعيش سيناريوهات ما غاديش توقع اصلا. الحقيقه القلق من المستقبل ما كيتغلبش بالهروب، كيتغلب بالبقاء ديالك في الحاضر، في اللحظه الحاليه تبقى في الحاضر ديالك. جرب معايا دابا منين تحس بالقلق جاك، حبس شي دقيقه، خذ نفس عميق وسول راسك، واش فعلا كاين الخطر عليا دابا ولا غير فكره في بالي؟ 95 من المرات غادي تكتشف ان الخطر غير في خيالك وانك في امان، ولكن الفكر ديالك هو اللي كيهاجمك. القلق من المستقبل ما كيعالجوش تفكير، كيعالجوا الخطوات الصغيره اللي كديرها كل يوم. ثاني نوع من القلق هو قلق العلاقات، هو داك القلق اللي كيخليك تبقى تسول راسك بزاف، واش كيبغوني، واش غادي يبقاو معايا، واش غلط. هو خوف من فقدان الحب والقبول، لكن الحقيقة هي ما يمكنش تكون مرتاح في العلاقات حتى تكون مرتاح مع نفسك. أولا الناس ما كيعطيوكش طمأنينة، انت اللي كتخلقها في الداخل ديالك ومن بعد كتشاركها مع اللي كتبغي. والنوع الثالث هو القلق بدون سبب واضح، وهذا أصعب نوع. مثلا كتفيق الصباح وكل شي مزيان ولكن في الداخل ديالك كيغلي. هذه لحظة صراع بين العقل والجسد، والجسد كيبعث رسائل، راك مرهق، راك تعيس، راك مريض. جرب توقف اليوم، سير تمشى وسط الطبيعة، بكي، صلي، تنفس بعمق. القلق في هذه الحالة ما باغيش حلول، باغي مساحة، باغي منك وقت بلا ضغط وحضور بلا أحكام. هناك خطوات عملية باش نتعاملوا مع القلق. أول خطوة هي الاعتراف. قل نفسك أنا مقلق وماشي عيب. الاعتراف كيسحب من القلق القوة ديالو. ثاني خطوة هي التنفس بوعي. خذ نفس عميق 4 ثواني وحبس النفس في الداخل ديالك 2 ثواني وخرج الهواء بهدوء. غادي تعاودها 5 مرات.
جربها دابا وغادي تحس بالفرق. ثالث خطوة هي كتب اللي حاس بيه. الورقة كتستوعبك أكثر من التليفون. رابع خطوة هي تمارس الامتنان. كل مرة يهاجمك القلق قول بصوت مسموع: أنا ممتن للهواء اللي كنتنفسه، للنور اللي كيشعل في الغرفة ديالي، لجسدي اللي باقي واقف. العقل ما كيقدرش يعيش القلق والامتنان في نفس اللحظة. خامس خطوة وهي الراحة والحركة. الجسد اللي ما مرتاحش وما يقدرش يواجه القلق يتحرك حتى ولو 10 دقائق باش يخلي الجسم ديالو يفرغ الطاقة السلبية اللي فيه. هاد الخطوات هما مفاتيح صغيرة، إلا داومتي عليها غادي تكتشف أن القلق ما غاديش يبقى ساجنك في الداخل ديالك. مثلا كان عندي صديقة كل مرة كيجيها القلق كتبدا تقلب على حلول فورية، تخدم شي بودكاست، تدخل يوتيوب، تبدل الجو، ولكن كترجع لنفس الحالة. حتى لواحد النهار قررت أنها ما غدير والو، جلسات بصمت بلا موسيقى بلا ضجيج وقالت غادي نسمع لهذا القلق بلا ما نحكم عليه. بقات ساعة، بكات، نهدات وسكتات، ومن داك النهار تبدل كل شيء. ما بقاش الأزمة كتخوفها، عرفت أن القلق ماشي ضعف ولكن دعوة للرجوع للنفس. كل مرة كتقلق فيها تذكر أن في الداخل ديالك روح حساسة كتقلب على الأمان. القلق بحال شي طفل صغير خايف في الليل، ما محتاج تغوت عليه، محتاج حضن وصوت يقول لي بهدوء: ما تخافش أنا معاك. بهذه الطريقة كيتحول القلق من ألم إلى مرشد. منين تحس بيه ما تهربش وسولو: شنو باغي تقول لي اليوم؟ كل جواب صادق كيقربك أكثر من نفسك الحقيقية. في المرة الجاية إلا حسيتي أن صدرك ضاق ما تقولش علاش، قول شنو الرسالة اللي خاصني نفهمها. يمكن تكون دعوة للراحة، دعوة للصدق، يمكن تكون للثقة في الله عز وجل أكثر. ولكن تذكر باللي راك ماشي بوحدك في هاد الطريق. كنا كنعيش القلق ولكن الفرق هو كيفاش كنواجهه. خذ نفس وابتسم، الحياة مازال كتستاهل. وما تنساش العمل بالنية يقود دائما إلى النجاح.